الإنسان أن يغتنم فرص الحياة الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وآله: اغتنموا الفرصة فإنها تمر مر السحاب. فلنغتنم الفرص، وبالخصوص هناك أوقات خاصة الدعاء فيها أكثر قبولا من غيرها. الله سبحانه وتعالى أبوابه مفتحة للسائلين ليلا نهارا سرا جهارا. متى تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى إذا غلقت الملوك أبوابها، الله سبحانه بابه مفتوح لا يغلق أبدا، أبوابه مفتحة للسائلين. ولكن هناك أوقات الله سبحانه وتعالى اختارها هي خير من غيرها. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اغتنموا الدعاء عند أربعة، يعني عند 4 أوقات. عند قراءة القرآن نعم كتاب الله الشفيع، عند قراءة القرآن، وعند الآذان. لما تستمع إلى الآذان يؤذن، أذن مع الآذان. لما تستمع إلى الآذان أذن معه يا أخي، أذني معه يا أختي، بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. اغتنموا الدعاء عند 4. اغتنموا الدعاء عند 4: عند قراءة القرآن، وعند الآذان، وعند نزول الغيث المطر، وعند نزول الغيث. طبعا سبحان الله في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يسمي المطر الخير يسميه غيثا، والمطر الشر على الناس يسميه مطرا. على أي حال، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين للشهادة. هذه الرابعة شوهت مع شديد الأسف، حتى أننا صرنا إذا تكلمنا عن الجهاد وعن الشهادة في سبيل الله تنظر إليك العيون نظرة شزراء كأنهم لا يرتضون بذلك. والجهاد درع الله الحصينة. الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. ولكن مع شديد الأسف كثير ممن يدعي الإسلام يقتل أخاه المسلم بحجة الجهاد. لا يوافقه الرأي في العقيدة، لا يوافقه الرأي في قضية معينة، يختلف معه في رأي معين فيبيح دمه. وهذا ليس من الدين وليس من الإسلام في شيء، وليس هذا موضوعنا. ولكن ينبغي علينا أن نحافظ على ما أراد الله سبحانه وتعالى ورسوله. يعني الجهاد لا ينبغي أنه 1 2 10 20 100 ألف يريدون أن يشوهوا صورة الجهاد فنستمع إلى كلمة الجهاد وإذا بالناس ينفرون منها. غير صحيح. ينبغي أن نجعل من شبابنا أقوياء في الله سبحانه وتعالى، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أتباع النبي صلى الله عليه وآله. فهذه الأمور 4 الله سبحانه وتعالى يستجيب بها الدعاء أكثر من غيرها. ويقول صلى الله عليه وآله، طبعا النبي صلى الله عليه وآله شيع سعد بن معاذ وصلى عليه، صلى على سعد بن معاذ، ثم قال: أيها الناس، لقد وافى من الملائكة 70,000 وفيهم جبرائيل يصلون عليه. على من؟ على سعد بن معاذ. فقلت، النبي صلى الله عليه وآله، فقلت له: يا جبرائيل، بما استحق صلاتكم عليه 70,000 ملك وأنت معهم يا جبرائيل تصلون على سعد بن معاذ، لماذا؟ فقال جبرائيل: يا رسول الله، إنما استحق صلاتنا عليه لأنه كان يقرأ قل هو الله أحد قائما وراكعا وماشيا وذاهبا وجائيا. دائما هو يتمشى بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا دائما يتلو قل هو الله أحد. 70,000 ملك جاءوا إليه يزفونه إلى قبره كالعروس حيث تزف إلى زوجها، إلى بيت زوجها. لماذا؟ ببركات سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فينبغي علينا أن نلتفت إلى ذلك. وهناك كلمة كذلك لا بد أن نلتفت إليها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إني مخلف فيكم الثقلين. كلكم تحفظون هذا الحديث، وجميع المسلمين ينقلون هذا الحديث في صحاحهم وفي كتبهم. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. ومن
إذا قرأنا القرآن فلنتذكر العترة، نتذكر آل البيت صلوات الله عليهم. يقول علي بن المغيرة: قلت للإمام الكاظم عليه السلام: سيدي أنا أختم كتاب الله، ولكني الآن ختمت ختمة للنبي صلى الله عليه وآله، أهديتها للنبي، ختمة للزهراء فاطمة، ختمة لعلي بن أبي طالب، ثم للحسن، ثم للحسين، ثم لعلي بن الحسين السجاد زين العابدين، ثم ختمت ختمة وأهديتها إلى روح سيدي ومولاي الإمام محمد الباقر، ثم لجعفر الصادق، والختمة الأخيرة لك، ألي في ذلك ثوابا؟ قال: إذا ستحشر معهم في درجتهم. يقول: قلت: سيدي احشر معهم؟ هم خير خلق الله على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وآله. يقول: فقال الإمام الكاظم ثلاثا: نعم، يعني نعم تحشر معنا، نعم تحشر معنا، نعم تحشر معنا. أنت تختم كتاب الله، وإذا أهديته لأهل البيت لا ينقص من أجرك شيئا. بالمناسبة إخواني، أريد أن أبشركم هذه البشارة، لأن كثير من الناس يسألوني هذا السؤال. يقول: أنا إذا قرأت القرآن وأهديته إلى روح والدتي أو والدي هل أني يذهب ثوابي؟ لا يا حبيبي، أمثل لك بمثال بسيط. أنت قرأت القرآن الكريم، صارت عندك ماذا؟ صارت عندك نسخة من ماذا؟ من الثواب. إذا أهديته لأبيك فقط يستنسخون نسخة أخرى من الثواب يعطوها لأبيك، والنسخة الأخرى النسخة التي عندك يقوون ثوابها لا تضعف أبدا. تهديها إلى أمك كذلك، للمؤمنين والمؤمنات كذلك. ومن هنا الدعاء الذي ندعوه إذا كان بصيغة الجمع: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أفضل مما تقول اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. رجل يدخل على النبي صلى الله عليه وآله يحتاج إلى بعض الأموال، أعطاه النبي وأغدق عليه، والنبي نبي الكرم صلوات الله عليه وعلى آله. فلما خرج قال: اللهم اغفر لي ولمحمد، اللهم ارزقني وارزق محمد، اللهم ارض عني وارض عن محمد، ولا ترزق ولا ترضى عن غيرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لقد بخلت كريما، لقد بخلت كريما بهذه الكلمات. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. لا تدعو بهذا الدعاء، ادعو إلى إخوانك. بل هناك روايات تؤكد أن الإنسان إذا دعا لإخوانه استجاب الله سبحانه وتعالى له في نفسه. يعني ماذا؟ أنت مريض وجارك مريض، لا تدعو لنفسك. أنت مريض، ما هو مرضك؟ قلبك يؤذيك، زين، ألم في منطقة قلبك. جارك عنده نفس المرض، اللهم شاف جاري، اللهم ارزقه برد العافية وتمامها، وارزقه يا ربي الحمد والشكر على العافية. أنت تشافى بإذن الله سبحانه وتعالى. اذكر أخاك بخير يا أخي. ومن هنا يقول الإمام الكاظم عليه السلام: يحشرك الله معنا، لأنك أهديتنا شيئا ونحن لا بد لنا أن نهديك شيئا نبادلك الهدية.